انا عارف ان الجو تلج، عشان كده يلا بينا نعمل احلى شويه عدس. معانا كوبايتين عدس مغسولين كويس ومتصفيين، هننزل بهم فوق او حله على النار وهنغطيهم بالميه، وننزل كمان ببصلتين وطماطمتين وجزرتين وست فصوص توم على نار عاليه، واول ما يغلوا نوطي النار خالص لمده ربع ساعه. خلاص كل حاجه استوت، هنضربهم بالهاند بلندر او في الخلاط، بس خلي بالكوا لو هتضربوهم في الخلاط استنوا لما تبرد شويه علشان ما يحصلكوش زي اللي حصل لعبد الشكور. خلاص ضربناهم في الخلاط، هنيجي في نفس الحله وهننزل بشويه زبده او سمنه وعليهم بصلايه مفرومه ناعم، واول ما تدبل هننزل بكوبايه شعريه، واول ما تاخد لون ذهبي هننزل بالعدس على طول ونقلب تقلبتين، وعلى طول هننزل بالبهارات بتاعنا، ملح وفلفل وكمون ورشه سكر عشان في طماطم، ومرق الدجاج اختياري لو بتحبوها. ملحوظه العدس لما بيبرد هيتقل اكتر من كده عشان الشعريه هتمتص الماء اللي فيه، فانتوا لو عايزين تخففوها شويه زودوا شويه ميه عادي. وبس كده، جربوها والطعم حكايه، على ضمانتي هتعجبكم جدا. سلام يا حلوين.